قبل قرابة السنتين تقريبا أو سنة ونصف، جاء خبر في تويتر إنه في أمير قتل واحد مواطن، تمام؟ أثر مشادة حصلت بينهم. فجو طبعا اللي يثيرون القلاقل ويثيرون الفتنة ويثيرون الشغب وما يريدون لهذه البلد خير، بدأوا يتكلموا كلام ويثيروا العامة ويتكلموا ويقول طبعا الأمير يقتل زي ما يبغى ويسوي اللي يبغى. ولكن رد الله كيدهم وكلامهم في نحرهم. أخذ الموضوع إجراءاته الطبيعية تقريبا قرابة السنتين، تحقيق ادعاء عام، بعدين محكمة، بعدين صدر الحكم ونفذ الحكم. وبفضل الله عز وجل هذا إنما يدل على أن عندنا حكومة راشدة فاضلة لا تحابي أحد على أحد، والمواطنين عندها كلهم مهما بلغت درجاتهم وارتفعت أو نزلت هم سواسية، ويقام عليهم شرع الله عز وجل، ولا أحد أفضل من أحد. فهذه رسالة لكل اللي كانوا يثيرون الفتنة ويثيرون البلبلة ويثيرون القلق ولا زالوا، وكل ما يجي موضوع أو يجي أمر نفس الطريقة، ولكن الله عز وجل يرد كيدهم في نحرهم. وإن شاء الله بإذن الله إحنا أقوياء بديننا أول شيء ثم في وطننا. قالت هنا لكل إنسان مواطن مسلم صالح محب لهذا الوطن، محب لهذه البلاد، محب لنفسه ومحب لأولاده وأطفاله وزوجته ولعرضه، علشان لا ينتهك في يوم من الأيام أي شيء يمس هذه البلد وممكن أنه يثير الفتنة، توقف عن تداوله، انتبه. الحمد لله من بات منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة بس والله لو أننا ناكل ونشرب وبس نأمن أن تخرج وتخرج أهلك وعيالك الساعة 2 في الليل ولا ابن أمه يقدر يقرب منك ولا يمسك، هذه الحالة نعمة الحمد لله. لا تثيروا فتن.